هل البغبغاء بيتكلم؟ طب إزاي؟ يعني هل هو فاهم اللي بيقوله ولا مجرد بيردد وخلاص؟ ولو بيفهم، إزاي عقل طائر صغير يقدر يقلد أصوات الإنسان؟ وأهم سؤال في الموضوع كله، هل ممكن في يوم من الأيام البغبغان يتعلم يتكلم لغة كاملة مش بس كلمتين؟ اللي هقوله في الفيديو ده هيفاجئك، لأن القصة دي مش مجرد هزار أو حاجة لذيذة بيعمله طائر ملون. القصة دي وراها علم عميق جدا في المخ والأعصاب واللسان. العلماء بدأوا يقارنوا بين طريقة البغبغان في الكلام وطريقة الأطفال الصغيرين لما بيتعلموا أول كلمة في حياتهم. هنتكلم النهاردة عن طائر يشبه الإنسان أكتر ما احنا متخيلين. بس فكرت، ليه مش الحمام ولا الصقر؟ إيه السر اللي في البغبغان بالذات اللي خلاه يقلد الأصوات بدقة توصل لدرجة إنه يقول جمل كاملة بصوت إنساني شبهك بالظبط؟ الحقيقة إن السر ده وراه جهاز عصبي معقد جداً وبنية دماغية نادرة مش موجودة في معظم الطيور. مش بس كده، الببغاء مش مجرد بيسمع ويقلد، هو بيحلل وبيختار وبيتحكم في عضلات دقيقة جداً في الزور واللسان والحنجرة عشان يطلع الصوت اللي احنا بنسمعه. والمفاجأة بقى، في منطقة في مخ الببغاء اسمها Core and Shell Song System، ودي أقرب ما يكون لمركز النطق عند الإنسان اللي في الفص الأمامي من الدماغ، وده تقريباً نفس اللي بيخلينا إحنا نتكلم. المنطقة دي بتشتغل إزاي؟ إزاي بتخلي الببغاء يتعلم كلمات جديدة؟ وإيه علاقة الكلام ده بالذكاء الاجتماعي؟ كل ده هنعرفه في فيديو النهاردة. ركز معايا وما تفوتش أي دقيقة في الفيديو. أغلب الناس فاكرة إن البغبغان بيقلد الصوت زي ما الريكورد بيعمل، بيسمع الصوت ويكرره، لكن ده مش حقيقي. الفرق بين البغبغان وبين جهاز التسجيل هو إن البغبغان بيتعلم. في دراسة اتعملت في جامعة ديوك، اكتشفوا إن البغبغان لما بيسمع صوت بيمر الصوت ده على مراكز سمع متطورة جدا، وبعدين بيبدأ المخ يعمل عملية اسمها vocal learning أو التعلم الصوتي. وده نفس الأسلوب اللي الطفل الصغير بيتعلم بيه يقول ماما، يسمع الكلمة ويكررها ويغلط ويحاول تاني. بيدمج السمع بالحركة العصبية الدقيقة. وبالمناسبة، مش كل الطيور عندها القدرة دي، هي مقتصرة على نوعين 3 فقط: الببغاوات، الغربان، الطيور المغردة، لكن البغبغان هو الأشطر فيهم. تعالوا بينا بقى نعرف ده بيحصل إزاي. هتقول سبحان الله، البغبغان عنده حاجة مش عند غيره، وصلة عصبية داخل دماغه بتربط بين مناطق السمع ومناطق النطق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ببساطة بيسمع وبعدين يحلل وينفذ. ركز علشان هنشرح كمان التشريح الصوتي، هتنبهر. أول حاجة تفكر فيها، أكيد بيطلع الصوت من منقاره، صح؟ غلط تماماً، الصوت مش طالع من المنقار. المنقار بس بيشكل الصوت، لكن الإنتاج الحقيقي للصوت بيبدأ من عضو صغير جداً جوه جسمه اسمه سيرينكس، موجود في قاعدة القصبة الهوائية، وهو المسؤول عن إصدار كل الأصوات اللي البغبغاء بيقولها. بس المذهل فيه مش بس مكانه، المذهل إنه يقدر يصدر صوتين في نفس اللحظة. يعني البغبغان ممكن يقول حرفين مع بعض بصوتين مختلفين، وهو ده السر في نبرة الصوت الغريبة اللي ساعات بنسمعها منه. بس برضه ده مش كفاية يخليه يتكلم زينا. اللي بيكمل العملية هو عضلات دقيقة جدا في اللسان والبلعوم والحنجرة. كل عضلة فيهم بتتحرك في ملي ثانية بترتيب معين عشان يطلع الصوت بالشكل اللي دماغه مخططه. ودي مهارة ولا واحد في الألف من الكائنات على الكوكب ده يعرف يعملها. السؤال بقى، لو البغبغان بيقدر يتحكم في عضلاته بالشكل ده، ليه ما بيكملش الجملة؟ ليه أغلبهم بتقف عند كلمتين أو 3؟ هنا ندخل على مفهوم اسمه السعة الإدراكية أو cognitive load، وده بمنتهى البساطة معناه هو البغبغان يقدر يشيل قد إيه معلومات في لحظة واحدة. الطفل لما بيتكلم بيحتاج يسمع، يفهم، يفتكر الكلمة، يربطها بالمعنى، ينطقها.
نفس ده بيحصل جوه مخ البغبغان، بس قدرته أضعف شوية من الإنسان. عشان كده تلاقيه بيتكلم كلمات بسيطة وبيكررها، وياخد وقت طويل يتعلم جملة كاملة. البغبغان يقدر يتعلم جمل ويعرف يستخدمها في سياق معين، ويفهم بعض العلاقات البسيطة بين الكلمات. العلماء دلوقتي بيجربوا حاجة اسمها Interspecies Communication Models، يعني نماذج للتواصل بين الكائنات المختلفة، وبيستخدموا ذكاء صناعي يساعد البغبغان يفهم أكتر ويتواصل بشكل أوسع. ولو التجارب دي نجحت، ممكن في المستقبل يبقى عندك بغبغان مش بس بيكلمك، ده يناقشك. طيور بتتكلم لغات، مش بس تقلد. المرة الجاية لما تسمع بغبغان بيقول صباح الخير، افتكر إن الصوت ده وراه أعصاب دماغ، عضلات وذكاء أقرب للإنسان أكتر ما تتصور. وده كان سؤالنا النهاردة، هل البغبغان بيتكلم؟ يا رب أكون قدرت أشرح الموضوع ببساطة ويكون عجبكم فيديو النهاردة. أتمنى تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلكم الفيديوهات الجاية.